هنعمل مع بعض النهاردة الحواوشي الاسكندراني بالتفصيل وخطوة خطوة وبطريقة بسيطة جدا وجميلة. وهنعمل مع بعض العجينة وهقول لكم تطلعوا العجينة تطلع معانا حلوة قوي وهشة كده وجميلة وسوفت وطعمها حلو جدا. وهيطلع معانا بجد طعمه يجنن. شايفين انا عملته بطريقتين في الفرد بتاع العجينة، عملته بطريقتين والطريقتين احلى من بعض بجد. وكان طعمهم حلو جدا، الحشوة والعجينة وكل حاجة. وهنعمل برضو مع بعض الحشوة بتاعة الحواوشي بطريقة اقتصادية وكمية موفرة وبرضو صحية. وعملت برضو حواوشي في العيش البلدي، يعني انا عملت تشكيلة حواوشي كده كانت جامدة من الاخر، طعمها كانت حلوة قوي. جربوها ومتنسوش تقولوا رايكم فيها ايه، وتابعوني في الفيديو لحد الاخر. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا، لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك. يلا بينا نخش على الطريقه، نقول بسم الله. هنجهز الاول الخلطه بتاعه الحواوشي. هنقطع كميه من البصل كده والفلفل، انا استخدمت نص كيلو لحمه مفرومه. حطيت عليها ربع كيلو بصل وفلفل وطماطميتين كده. في فلفل الوان بقى حطي، ما فيش حد زي انتوا حطوا هريسه شطه. طبعا انا بعد ما حطيت البصل شلت منه كميه، يعني بص شايفين الكميه اللي في الطبق دي شلتها بعد ما حطيتهم كلهم في الكب. حطيتش الكميه اللي كانت في الطبق كلها، انا كنت عامله عشان حاجتين ونسيت وحطيتهم ورجعت شلتهم تاني. فرمنا البصل. هنفرم بقى قطعة كده حلوة من الدهن، انا بطلعه من الفريزر اسيبه يفك حاجة بسيطة خالص وافرمه في الكبة فيفك معايا بيبقى بودر كده وجميل. تمام. هنحط بقى الدهن اللي احنا فرمناه دوت في على اللحمة، ممكن تحطوا ليا وممكن تحطوا قطعة دهن مش مشكلة. ودوت المكون بقى الحلو الجميل معانا السحري اللي هو بيزود لنا اللحوم كده وفي نفس الوقت مفيد. ايه هو؟ اكيد حفظته بقى، البرغل. هنحط كوبايه من البرغل المغسول والمنقوع، ومتصفي كويس جدا من الميه. بس هديله ايه فرمه كده سريعه في الكبه، في الكبه. التوابل بقى بتاعتنا ملح وفلفل اسود وبابريكا سبع بهارات، وكتروا بقى في الفلفل الاسود، الحواوشي بيحب الفلفل الاسود يبقى كتير كده. ولو في بهارات حواوشي كيس اللي هو بيبقى جاهز ده حطه مفيش اي مشكله. وحطيت نص معلقه صغيره من السماق. السماق حلو جدا في اللحوم، طعمه حلو قوي، بيدي طعم كده حلو. تمام. هنخلط بقى المكونات دي كده كلها مع بعضها ونتأكد احنا خلطناهم كويس، اللحمة بقى مع البصل مع التوابل والحاجات دي كلها. والملح طبعا ما ننساش نحط الملح. وحطيت معاهم معلقتين زيت، هي ما جاتش في الفيديو بس انا بقول لكم عشان ايه تبقوا عارفين. حطينا معلقتين زيت بعد ما عملت الخلطة دي كلها، معلقتين كبار كده زيت. يلا بينا نعمل العجينة. العجينة بقى ممكن تعجنوها بلبن او ممكن تعجنوها بمية. انا حطيت كوبايتين مية على لبن، وحطيت عليهم كيس الخميرة ومعلقة سكر ورشة ملح وثلاث معالق زيت. تمام. وهنزل بكيلو الا ربع دقيق. تمام. انا عجنت كيلو الا ربع دقيق العجينة، يعني تمام. عايزة دقيق زودت لها، عايزة مية زودت لها. فانا ما تلتزموش بمعيار مية عشان خاطر كل دقيق على حسب يعني نوع بياخد مية قد ايه. قعدنا نعجن كده في العجينة. العجينة سهلة جدا وبسيطة، ممكن تعجنوها بمية بس مش لازم تعجنوها بمية ولبن. هنعجنها كويس جدا لحد ما نحس ان هي العجينة كده بقت جميلة معانا. والعجينة بتاعة الحواوشي بتبقى طرية مش بتبقى ناشفة، عارفين عاملة زي الملبن كده، طرية كده جميلة. كانت عجينة طعمها حلو جدا، العجينة اصلا كان طعمها احلى من الحواوشي كمان والله. سبتها تريح شوية او تخمر حاجة بسيطة، انا مش عايزاها تخمر وتعلى قوي، بس استنيت اما الخميرة ايه نشطت كده فيها واشتغلت. وبعد كده رحت ايه كورتها كور ايه كلها قد بعض. انا قسمتها نصين، نص. انا قسمتها زي ما قلت لكم نصين. نص هعمله اللي هو عجينه قطعتين وش وظهر. فده هعمله كور كلها متساويه، يعني اللي انا بعمل معاكم دلوقتي ده هعمله كور كلها متساويه، وهقول لكم ليه كمان شويه انا بعملها كور متساويه. هنقرصها زي ما انتم شايفين كده، وهغطيها بحته قماشه علشان برضو تخمر شويه. سبتها برضو ربع ساعه كده خمرت. طبعا الجو حر فما بنسيبش العجين كتير. هنفرد كده، هنحط شويه دقيق ونفرد العجينه. انا مش هفردها ورققها قوي، شايفين السمك بتاعها سميك مش رفيعه. تمام. هي بيتهيأ لكم فيديو ان هي صغيره بس هي على الحقيقه كانت اكبر من كده، يعني كان رغيف الحواوشي حلو. هنجيب بقى العجينه اللي احنا فردناها، احط عليها الخلطه بتاعه الحواوشي وهفردها كده فيها، ونبعد عن الاطراف ما نحطش في الاطراف. ونحط الطبقه التانية عليها ونفردها زي ما انتم شايفين كده. نقفل الاطراف كويس جدا عشان الحشو ما يخرجش منها. نضغط عليها كده بصوابعنا، ممكن بقى نضغطها بالشوكه ونعملها بالشكل اللي انتم شايفينه ده.
وممكن نضغطها بصوابعنا، بس اللي يريحكم اعملوه يعني. كده حلو وكده حلو، اهم حاجه نضغطها كويس عشان الحشوه ما تخرجش منها. وده بقى كده حبيت افنن يعني واعمل شويه اشكال فعملتها كده. هي ادت في الاخر شكل حلو عامل زي شكل الورده يعني. ونضغط عليها ضغطه بعد ما بنخلصها ونسيبها على جنب. ونعمل نفس الطريقه، هنعمل الكميه كلها اللي انا عملتها معاكم اول مره دي هنعملها كلها بنفس الطريقه دي. هنفرد العجينه، انا هوريكم واحده تاني عشان اللي ما شافش، اللي ما لحقش يشوف الاولانيه. هنفردها بنفس الطريقه، ما برققهاش قوي. بخلي الطبقه الاكبر او مش الاكبر، هما الاتنين بيبقوا زي بعض، بس بيبقى فيهم واحده اكبر من التانية حاجه بسيطه يعني. تمام، بحيث ان احنا نقلبها فوقيها كده ونشدها. هنقفل العجينه كويس زي ما قلت لكم، نضغطها كده كويس قوي من على الاطراف بايدينا، ونضغط عليها ضغطه كده من فوق، نبططها تبطيطه بسيطه. ونعملها برضو بالشوكه تديها شكل حلو وجميل، والاطفال بيحبوا الحاجات اللي بيبقى شكلها حلو وجميل في الاخر. هنجهز بقى صينيه تكون ألمونيا او صاج ألمونيا، اي حاجه بس تكون ألمونيا يعني تبقى افضل في السوا. وهندهنها بالزيت، وهنحط الحواوشي دوت فيها. وهنسيبه برضو يريح ربع ساعة تاني. اي معجنات بعد ما بنعمل فيها اي خطوة لازم نسيبها تريح، بتديكي في الاخر تست حلو. العجينة كل ما بتبقى بترتاح بين كل خطوة والتانية، الخماير اللي فيها بتنشط، فبتدي في الاخر طعم حلو جدا. انا عملتهم كلهم بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين كده. وجبت بولة بقى حطيت فيها بيضة ومعلقة من القهوة سريعة الذوبان ورشة فلفل اسود بسيطة، وهندهن بيها الوش بتاع الحواوشي عشان تديله في الاخر ريحة حلوة. ومعلقه ال القهوه سريعه الذوبان دي او النسكافيه بتديها ايه، بتشيل ريحه الزفاره اللي في البيت. هنرش بقى على الوش شويه سمسم كده وحبه البركه، بجد حبه البركه دي جميله جدا في المعجنات، تحفه، بتدي طعم حلو قوي، انا بحبها جدا في المعجنات. هنرش كده شويه سمسم وحبه البركه على الوش، وهندخلها في فرن يكون سخن على درجه حراره 180 200. هو عامه بيدخل على فرن درجه حراره عاليه يعني. دي بقى بقيه العجينه التانية، عشان قلت لكم كنت قاسمه العجينه نصين، جزء عملته كور متساويه وجزء عملته كده ايه كور اكبر. ده هنعمل الكره الكبيره دي هنعمل منها رغيف واحد. هنفردها كويس زي ما انتم شايفين، بس هسيب الطبقه اللي في النص سميكه شويه علشان خاطر دي اللي هحط عليها الحشوه، فما تتقطعش مني. هنحط كده الحشوه زي ما انتم شايفين، وحطيت شويه موزاريلا بقى لقيتهم عندي كده اخر حبه، قلت ما احطهم في الساندوتشين دول مش خساره برضو. وهنقفل بقى بالطريقه دي، هنلم كده العجينه بايدينا ونضغطها ضغطه بسيطه كده، ونحطها برضو على الصاج على طول اللي هو مدهون برضو بالزيت زي الطريقه التانية بالظبط. تمام، وهفرد معاكم واحد تاني عشان تشوفوه برضو. هنفرده كده الاول فرده، نوزع الفرد عليه كله. بعد ما يتفرد معانا حجم حلو نبدا نفرد الاطراف بس، ونسيب القطعه اللي في النص سميكه علشان خاطر زي ما قلت لكم تبقى القاعده بتاعه الحشوه سميكه، فالحشوه ما تتقطعش مننا، قصدي العجينه ما تتقطعش مننا او الساندوتش يبوظ. الطريقتين الحشو حلوين جدا، اختاري السهل ليكي واعمليه. التاني كان طالع كل طبقه لوحدها مفصوله عن بعضها، والحشوه في النص واضحه جدا. دوت بيبقى ماسك يعني ما تعرفيش تفصلي الطبقتين عن بعض كويس يعني. بس برضو كان طعمه حلو جدا والله، الطريقتين بجد كان طعم العجينه بالحشوه حلو قوي. اختاري الاسهل ليكي في الفرد او الحشو واعمليه. انا حطيتهم اهمت برضو في الصاج المدهون بالزيت، وحطيت عليهم وشهم برضو نفس الكلام البيض، وهنرش برضو شويه حبه البركه والسمسم، وهندخلهم برضو في الفرن في الرف اللي في النص مش على الصاج من تحت طبعا. ما تنسوش بقى لو لسه متابعيني لحد نهايه الفيديو، ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت الحلو، وشكرا ليكم لمتابعتكم ليا، وبجد بحبكم جدا. ميرسي ليكم وميرسي على تعليقاتكم الجميله قوي اللي بتفرحني بجد. عملنا الحواشي حشيته كله، بقى الكميه دي من الحشوه تكفي كمان 3 أو 4 ترغيفه كمان. شايفين الحشو الكميه ما شاء الله، انا حشيت كميه وعملت كمان 4 من العيش البلدي.